الله ولا اهتم. اعتمد على الله، ثق بالله سبحانه وتعالى. عندما يقول لك الله كتبت لك رزقك وأجلك وعملك وخاتمة أمرك، انتهى الأمر. لابد أن يكون لنا ثقة بالله تعالى، وإلا لماذا نحن مؤمنون؟ هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر، لن تأخذ إلا ما كتب لك. توكل. السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير وأنتم عم تشاهدوا فيديو اليوم. رجعت لكم بفيديو جديد، حابة أشارك معكم صباحي من الصبح للمساء. فحطوا لي لايك، اشتركوا بالقناة حبايبي، وتابعوني لآخر الفيديو. وحابة كمان رد على المتابعين، شكرا لكم لدعواتكم، أشكركم على نصائحكم الحلوة وعلى تفاعلكم معي. الله يجبر بخاطركم حبايبي جميع، وشكرا لنصائحكم اللي نصحتوني إياها. حابة كمان أوضح توضيحات لكل التعليقات اللي اجتني، فخلوكم معي لآخر الفيديو. بتمنى أخذكم معي مشوار لسوق المسقوف أو سوق الحميدية، شو بتسموه بحمص. فالمشوار كتير حلو، خلوكم معي لآخر الفيديو. هون كان لازمني كم غرض من هذا السوق. أنا بحب روح على هذا السوق، بذكرني بأسواق الشام. السوق تحديدا بذكرني بالسوق الحميدية بالشام. أنا كتير بحن لهديك الأيام اللي عشتها بالشام، لأنها أيام كتير كتير حلوة، وبحب الشام، يعني عشقي الشام كتير كتير بحن لها. بتمنى إنه أسكن بالشام. وفي متابعة كتبت لي إنه ليش ما بتسكني جنب أهلك. أنا كتير حكيت سابقا أنا كتير حكيت بالفيديوهات إنه أنا عندي إخواتي البنات، وكل أخت بمحافظة بسبب الحرب وبسبب إنه فقدوا بيوتهم، فكل أخت بمحافظة. فأنا مثل ما قلت لكم وبرجع بقلكم إنه أنا صعب علي كتير إنه انتقل من محافظة لمحافظة، انقل عفش بيت كامل من محافظة لمحافظة. إذا هون بضمن العاصمة بحمص، إذا بدي انقل من بيت لبيت، يعني كارثة كتير كبيرة، كمصروف ككل شيء، يعني كتعب. ما بالكم من محافظة لمحافظة، كتير مكلف هذا الموضوع. فهذا السبب الوحيد اللي ما بيخليني إنه انقل على الشام. هذا أكبر سبب، يعني إنه الوضع المادي، وكون المعيشة يعني بحمص نوعا ما يعني أرخص من الشام. ما بدي لكم بكتير، بشوي صغيرة. فهذا السبب الرئيسي اللي ما بيخليني انقل على الشام. يعني أولا بدي انقل عفش بيت كامل، وما فيني بيع يعني أغراضي، يعني إذا بدي بيعهم بدي كبهم كب، يعني بأسعار كتير كتير رخيصة. ما حدا بيشتري شغلات مستعملة ولا الكب. يعني أنا عفش بيتي كلياته مثل ما نكون شايفين عم صوره، وكتير يعني ما عندي شي خالص لينباع. يعني نقل من محافظة لمحافظة كتير الوضع صعب وكتير مكلف بهالأيام. فهذا السبب الوحيد اللي ما بيخليني انقل لجنب إخواتي. ومثل ما قلت لكم إخواتي كل وحدة بمحافظة شكل. متابعة كمان سألتني إنه إمتى رح يفتح اليوتيوب بسوريا. فما بعرف، أنا ما عندي فكرة بهاي المواضيع، إمتى رح يفتح اليوتيوب بسوريا. فأي صبية بتعرف عن هاي المواضيع تخبرني وتكتب لي بالتعليقات، لأني أنا ما بعرف شيء بخصوص اليوتيوب. الله حابة أسأل المتابعين سؤال، ليش سموه سوق المسقوف بحمص؟ هلا هو بيشبه سوق الحميدية، بس ما انه سوق الحميدية. بفيديوهات السابقة حكيت إنه هذا سوق الحميدية. في متابعة قالت لي لا، ما انه سوق الحميدية، هذا سوق المسقوف. طب شو بيفرق على سوق الحميدية؟ شو بيفرق إنه المنطقة اسمها الحميدية، فليش ما انه اسمه سوق الحميدية اسمه سوق المسقوف؟ فأي صبية من حمص بتعرف عن هالمواضيع تكتب لي بالتعليقات. وهون بعد ما خلصت جولتي بسوق المسقوف، هلا هون أنا بنزل كل فترة، بحب هيك اتمشى بشوف شو نازل جديد، شوف الأسعار نازلة. هلا عاملين كتير عروضات حلوة بعد العيد، لأني بتعرفوا الناس ما عاد حدا يشتري من بعد العيد. خلاص الناس اكتفت، اشتريت برمضان واشتريت بالعيد، يعني ما عاد حدا يشتري لبس أبدا. فالأسعار يعني نوعا ما لقيتهم أحسن من أسعار اللي كانت بالعيد أو قبل العيد. فهون بعد ما هيك خلصت جولتي اشتريت هيك كم بسكوتة
وكمان كرواسان كمان اشترينا وأكلنا. هون ما كنا فطرانين نهائيا لأني كان الصبح بكير. فقت شربت قهوتي ونزلت ولادي ونزلت، يعني ما كانوا حتى ولادي ما كانوا فطرانين، فقلت بناخد من هون من الحميدية إنه كرواسان وبناخد عصير ومنكفي، يعني بناكل وبعدين بنكفي مشوارنا بسوق الحميدية أو بسوق المسقوف. فمثل ما قلت لكم حبايبي، مين بيعرف شو السبب اللي اسمه سوق سوق المسقوف يكتب لي بالتعليقات. فهون شايفين عن جد السوق بهاي الأوقات، يعني في ناس بس مو عجقة الناس اللي مثل قبل رمضان وحتى تحديدا برمضان. لما أجيت برمضان ما قدرت فوت على سوق الحميدية نهائيا لأني كان كتير زحمة وكتير عجقة الناس، فأنا ما بحب الزحمة أبدا، ما بحب فوت بأجواء الزحمة كونهم معي ولاد. يعني أسعارها كتير كانت حلوة. هلا هذا القميص كان حقه شي 150 صاير ب50، وهذا كمان ب70. يعني في أسعار هيك حلوة، بس يعني شتوي هو ما بيلبس بالصيف نهائيا. فأنا بحب أخد لبس مثلا بهالوقت يلبس للصيف أكتر ما أنه يكون يلبس بهذا الجو. هلا هذا الجو صاير إنه محيرنا، يعني ما بنعرف شو بدنا نلبس، يعني شي بينزل مطر، شي بيصير هواء، شي بيصير غبرة، لسه الوضع ما مستقر وضع الجو نهائيا. فاللبس بتحسوه إنه بالسوق أكتر الشي الشتوي، والصيفي نازل بس مو إنه الصيفي يعني الرقيق اللي بيلبس بالصيف، لا يعني خريفي بيلبس بالخريف يعني، أو ربيعي مثل ما بيقولوا. فهون حابة هيك وضح كمان عن كم تعليق كمان اجاني، فأنا بحب رد على تعليقاتكم مشان تعرفوا إنه أنا مهتمة بالصبايا اللي عندي متابعيني، وكتير بحترم آرائكم وكتير بحب تعليقاتكم، وبحب كمان أجاوب على أي أسئلة تسألوني إياها. فشكرا لكم حبايبي، شكرا للمعلومات اللي بتعطوني إياها، لنصائحكم لكم بالتعليقات. في صبية كتبت لي إنه والله فيديوهاتك حلوة وتصويرك حلو وكلها طبيعية وعفوية، وإنتي أسلوبك حلو وكلامك حلو. حبيبتي الله يجبر بخاطرك على كلامك الجميل، وهذا من ذوقك ولطفك، وكتير عن جد صدقيني إنه حكياتك وتشجيعك إلي بيعطيني هيك دافع إنه صور وضل مستمرة بالقناة. فالله يجبر بخاطرك حبيبتي. وكتير إنه طلبت مني إنه صوري بالأماكن الحلوة والحدائق، وإن شاء الله هيك بلشت لكم بسوق الحميدية. وحابة جاوب الصبية على هذا التعليق إنه فيكي تشتغلي تسويق إلكتروني. كل شيء اللي عايشين بسوريا ما فيهم يشتغلوا هذا الشغل لأني لسه محظورين، ما فتح شيء أبدا، فما فينا نتواصل مع الناس اللي خارج سوريا. فكل اللي ساكن بسوريا بيعرف هذا الحكي. ومثل ما قلت لكم كمان في صبايا سألتني إنه قناتك تفعلت أو مفعلة قناتك، فأنا لسه ما أخذت ولا شيء من قناتي، وقناتي ما أنا مفعلة نهائيا. وفي كتير أسئلة بتجيني بخصوص قناتي، فأنا صدقا صبايا. هون في صبية كمان كتبت لي إنه بلشتي تاخدي أرباح من القناة. والله يا ريت إنه أنا أقدر أخذ أرباحي من القناة وأقدر فعل قناتي، فلسه ما تفعلت قناتي. ومثل ما قلت لكم اليوتيوب عنا بسوريا لساتنا محظورين، وما فتح اليوتيوب نهائيا بسوريا. وإن شاء الله ادعوا لي حبايبي تتغير الأمور إن شاء الله ويفتح اليوتيوب وإن شاء الله وأقدر أخذ من قناتي. هلا هون مثل ما انكم شايفين بعد ما خلصت هيك جولة بسوق المسقوف أو بسوق الحميدية، رجعت على البيت شفت هيك سبانخ، أخذت هيك بدي أعمل لي كمان أكلة، إنه أكلة يعني طيبة ومفيدة بنفس الوقت. مرة معكم بقراءة التعليقات. هون في صبية كتبت لي أنا بستغرب بيساعدوا القنوات يلي مو بحاجة وعندهم رجال وما بيساعدوا أيتام. والله يرزق حبيبتي لدعواتك ولك بالمثل حبيبتي، كل دعوة بتدعي لي إياها الله يبارك فيك يا رب. وهذا سؤالك عن جد كل المتابعين بيسألوني نفس السؤال، فأنا صدقا ما بعرف ليش
إنه ما بيساعدوني بيساعدوا القنوات اللي مو بحاجة مساعدة. فالرزاق هو رب العالمين موجود، والله يرزقني ويرزقكم جميع. وهون كمان الصبية كمان كتبت لي بنفس التعليق، فهون اثنين أنا جاوبت عن واحد ضل واحد. فهون كتبت لي الله يرزقك يا عمري، بس حاولي تبدأي مشروعك من محيطك، أصدقائك، جيرانك، مطاعم. فأنا عن جد ماني قاعدة، الحمد لله عم بلش مثل ما عم تقولولي إنه عم باخد بنصائحكم، في شغلات عم تفيدوني فيها، في نصائح، في أفكار حلوة. الله يجبر بخاطركم حبايبي، وشكرا لكم ولكل صبية عم تدعي لي، لكل صبية عم تنصحني، لكل صبية عم تعطيني أفكار كتير حلوة. شكرا لكم حبايبي، أنا عم جد عم بستفاد منكم كتير، ومن تعليقاتكم ومن آرائكم. وأي صبية عندها أفكار كمان تكتب لي تعليقات، ونتبادل الآراء والأفكار مع بعض. الست اللي شقيت على عيالها ما بتكونش منتظرة من العالم أي شفقة، لأنها تخطت المرحلة دي من زمان. هي طبطبت على نفسها وحضنت نفسها واحتوت المشاعر اللي اتبقت منها، وجرت خيبتها وراها وكملت علشان في ناس في رقبتها. ولو سألتها بتحلمي بإيه هتقولك إن اللي تعبت علشانهم يكونوا شايفيني، مقدرين المشوار الطويل اللي مشيته بطولي. هتقولك أنا مش عايزة منهم حاجة غير نظرة رضا، محتاجة منهم امتنان وشكر، وإنهم يفضلوا فاكريني بكل خير، ويعرفوا إني اتنازلت عن أحلام كتير كتير قوي علشان أحقق حلمهم هم وبس. وهون بعد ما جهزت السبانخ جيت غسلتهم غسلة منيحة، وبعدين حطيت لهم ملح، وبعد ما حطيت لهم ملح بخليهم شوي يطلع كل المي منهم وبعصرهم منيح، وبعدين بحطهم على الطبخ. هلا هون مثل ما انكم شايفين مسحت الطاولة، اختصرت لكم كتير مشان ما يصير الفيديو طويل كتير. هون مثل ما انكم شايفين عم حط ملح وبعمل السبانخ مشان يطلع كل المي منه. فهي أسهل طريقة، أحسن ما نحطهم ونسلقهم وبعدين نكب ميتهم بتروح كل فائدتهم. فحطيت شوية ملح وشايفين المي اللي طالعت منها، يعني هون كل شوي بروح وبيجي بحركهم إنها تطلع المي منها، وبعدين بعصرهم بهاي الطريقة وبحطهم على جنب. وهون بيكون قليت بصلة وزيت زيتون أو زيت شو ما بدكن، يعني زيت زيتون، لحمة، بصلة، دهنة ولحمة، كزبرة وتوم كلياته بيصير. هلا أنا هون حابة أعملهم بالزيت والبصل، بحبها أنا كتير هاي الطريقة. هون بعد ما نكون شايفين خلصت، رحت عملت هيك كم غرض بالبيت، كمان ما صورت لكم، يعني عم بختصر كتير من التصوير مشان ما يطول الفيديو وتملوا. فلهون حبايبي جاوبت على كل أسئلتكم. في بعض الأسئلة أجلتها للفيديوهات الجاية إن شاء الله. هون مشان هيك اشرح لكم شوي هيك عن الطبخة وشو عملت بهذا النهار. هلا هاي الأكلة أنا بعملها بهاي الكمية. ليش بكترها شوي؟ إنه مشان إذا زاد منا أعملها فطاير، بحبها كتير بالفطاير. مثلا بعجن نص كيلو عجين وبحطها تتخمر وبعمل منها فطاير. طبعا بضيف لها سماق وبضيف لها كمان دبس الرمان مشان الفطاير، يعني هون إلها زيت وإلها كل شي، بس بضيف لها مثل ما قلت لكم. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أعوذ بك من أن أذل أو أذل أو أضل أو أضل أو أخطأ أو يخطأ علي. اللهم ارقيني من كل شيء يؤذيني ومن كل نفس حاسدة داخلة اشفيني يا رب العالمين.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. مع هيك طبخت السبانخ، حطيت شعرية، حطيت معلقتين سمنة، شوية زيت، بدي اقلي الشعرية وبعدين حط فوقهم كاستين رز واطبخهم جنب السبانخ، بيطلعوا كتير طيبين. وهي هي كانت طبختنا لليوم، وهذا الفيديو لليوم. فبتمنى يعجبكم حبايبي، كتبوا لي شو رأيكم بالتعليقات، وبتمنى إذا وصلتوا معي لهون تحطوا لي لايك، تشتركوا بالقناة ليصلكم كل جديد من دلال السورية. وأي صبية عندها استفسار وعندها أي سؤال تكتب لي بالتعليقات. وشكرا حبايبي لكل المتابعين. أريح قلبي ونفسي وجسدي وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها. يا رب مد لي بصبر ليس له آخر، من بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. طبختنا جاهزة الحمد لله، الله يديم علينا هالنعمة يا رب يحفظها من الزوال. وكتبوا لي شو رأيكم بالتعليقات وشو عندكم أفكار، كتبوا لي إياها مشان نتبادل الأفكار. ولهون بينتهي الفيديو اليوم. بتمنى اللهم إني أسألك حب نفسي وتقديرها حق قدرها، واجعلني أرى جمال ما وهبتني، وأحمدك على ما رزقتني. اللهم ارزقني القوة لأكون سندا لنفسي، والرضا بما أنا عليه، والثقة بما أستطيع تحقيقه. اللهم طهر قلبي من جلد الذات، واملأه بالرحمة لنفسي قبل غيري، واجعل حبي لنفسي طريقا لطاعتك وسببا لسعادتي يا الله. خلاص لا تحاول، اترك الامر لله تعالى ولا تتعب نفسك وقلبك اكثر، واطلب من الله انه يريحك من كل اللي انت فيه بدون ما تبذل اي جهد فوق اللي بذلته، لان احيانا كل اللي نحتاجه فقط ان نترك الامور على الله ونرتاح بين يديه.